من المؤكد طبعا ان اكيد كل الناس عرفت ان بن شرقي قريب قوي قوي من الرجوع لنادي الزمالك، لكن اللي لسه محدش يعرفه هو الفلوس هتدفع منين، وازاي بن شرقي هيرجع تاني، وايه التفاصيل الكامله لقصه بن شرقي كلها، وشويه تفاصيل بسيطه حصلت في قصه رجوع امام عاشور قلبت الموازين تماما وغيرت كل التوقعات. غير طبعا ان هكلمك بقى عن المهاجم الافريقي المنتظر في نادي الزمالك اللي الكل بيتكلم عنه، واللي بقى قريب جدا من الانضمام لنادي الزمالك. طبعا كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل، لكن كالعاده قبل ما نبدا في اي حاجه عايز اقول لك النهارده عيد ميلادي، فما تفكرش، عايز اشوفها بتولع لايكات بتولع لايكات. ولو انت طبعا ما اشتركتش في القناه اتمنى ان انت تشترك في القناه، ده اكيد شرف ليا، واتمنى من كل واحد بيتفرج عليا ان هو يدوس لايك ونطير الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات كل سنه وانت طيب. يلا بينا نبدا الفيديو عشان ما نطولش. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. كلمتين بس كده في السريع قبل ما ابدا كلام في اي حاجه. عايز اقول لكل واحد بيتفرج عليا حضرتك فوق دماغي ورايك فوق دماغي، اذا كنت زملكاوي اذا كنت اهلاوي بتشجع اي نادي والله ما يفرق معايا، حضرتك فوق دماغي ورايك فوق دماغي. لكن لو هنختلف يا ريت نختلف بس باخلاق واحترام، مش اكتر ولا اقل. ليه؟ لانها كوره، مش اكتر من انها كوره، يعني معموله للمتعه. يعني مستحيل نكره بعض عشان كوره، مستحيل نكره بعض عشان انت اهلاوي ولا عشان انت زملكاوي، ايا كان. مستحيل كميه الكومنتات اللي جات لي وكميه الشتايم والكلام اللي ملوش اي لازمه. عايز تختلف معايا اختلف، انا لا بنتمي لاي اداره ولا اي لجان الكترونيه، اقسم بالله انا واحد من الجماهير وطالع بتكلم معاكم في الكوره بشكل عام، وبفكر زيكم بالظبط. انا واحد من الجماهير وبتكلم في الكوره مش اكتر. طيب نبدا بقى الفيديو بنجم الزمالك السابق اشرف بن شرقي. وايه قصه اشرف بن شرقي وايه التفاصيل الجديده في الموضوع؟ اقول لك يا سيدي، اولا انا ليه اعتب عليكم بصراحه، لان انا اول واحد قلت ان اشرف بن شرقي راجع. طبعا لقيت كومنتات الزمالك هيجيب فلوس منين وهو هيجي ازاي، ولا مستحيل ومرتبه كام وفلوسه كام. انما لما الكابتن احمد شوبير اتكلم في الموضوع سبحان الله اتحل، وسبحان الله الموضوع بقى مصدق 100%. ليه؟ عشان الكابتن احمد شوبير اهلاوي، فطبعا لما دام قال حاجه حلوه على نادي الزمالك يبقى اكيد هتحصل، دي مش فبركه، انما احنا بنقول الفبركه. عامه ماشي، خلينا نتكلم في التفاصيل الجديده. المفروض ان الجزيره الاماراتي اللي بيلعب له اشرف بن شرقي وافق على انتقاله لنادي الزمالك. بس كده؟ لا، وافق ومش عايز فلوس. هو زي ما قلت لكم قبل كده كان هيستغنى عن كل الاجانب، وعلى فكره اللي استغنى ما دام النادي هو اللي استغنى عنك فلازم يديك كل مستحقاتك كامله. طيب فنادي الزمالك يعتبر بيعمل واجب مع الجزيره الاماراتي. ليه؟ لان زي ما انتم عارفين المفروض هيديله مستحقاته كامله، يعني مرتبه كامل بتاع السنه. فنادي الزمالك هياخد اشرف بن شرقي مقابل ان هو يدفع له مرتبه. لا، في نقطه كمان، الجزيره الاماراتي ممكن كمان يدفع جزء من مرتب اشرف بن شرقي، وده اللي بيحاولوا يتفقوا عليه دلوقتي، وده اللي بيحاولوا يظبطوه. طيب الموضوع خلص لحد كده؟ لا، اشرف بن شرقي بعد ما الجزيره الاماراتي هيدفع جزء، هيتبقى جزء برضه كبير مش صغير، لان اشرف بن شرقي لعيب مهم ومرتبه عالي. اشرف بن شرقي هيتنازل عن جزء من مرتبه عشان يرجع نادي الزمالك، عشان هو عايز يرجع نادي الزمالك من اجل جماهيره ومن اجل الرجوع للنجوميه مره تاني، وعشان يخلي الزمالك تاني يرجع لمنصات التتويج. بس ساعتها برضه هفضل زعلان على فكره عشان انتوا ما صدقتونيش. نيجي بقى للاعب اللي بعد كده وهو امام عاشور. طيب ايه اللي في امام عاشور؟ امام عاشور انا كنت اتكلمت عن قصته قبل كده وقلت ان هو قريب قوي من نادي الزمالك، وعلى فكره قلت ان امام عاشور هو اللي بيخلص صفقه امام عاشور. يعني ايه؟ يعني امام عاشور هو اللي كان بيتواصل مع مسؤولي نادي الزمالك عشان يرجع تاني نادي الزمالك، عشان هو مش قادر وقافل تماما انه يكمل تاني مع النادي الدنماركي، او هو مش قادر على الغربه بمعنى اصح. فامام عاشور عايز يرجع مصر بأي طريقة، مش عايز يكمل تاني. فده كان عايز يعمله من بوابة النادي الزمالك. فطبعا زي ما قلت لكم هو كان عمال يحاول يتواصل، وكان المفروض ان هم شغالين على كده، وكان المفروض ان النادي الدنماركي بدأوا يوصلوا معاه لاتفاقات ان هو هيجي في شكل الإعارة. لكن
اللي جد بقى ما كانتش حاجه حلوه. ايه هو؟ ان حصل في الامور امور، وكالعاده نادي تاني دخل في الموضوع. ايوه هو النادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي دخل في مفاوضات مع امام عاشور. طبعا امام عاشور لاعب محترف، فمن حقه يمضي في الزمالك، من حقه يمضي في النادي الاهلي. المهم ان هو يكون بشكل شرعي وشكل قانوني. فامام عاشور الاهلي بدأ يتكلم معاه، وانا بصراحة شايف ان احنا تقلنا على الرز قوي لحد ما بدأ يشيط مننا. يعني انا شايف ان احنا صفقة زي امام عاشور كان لازم نخلصها بسرعة. يعني هو جاي زي ما بقول لكم، هو اللي بيتكلم مع المسؤولين عشان يخلصوه. طب احنا مستنيين ايه تاني؟ ما نخلص بقى. يعني احنا مستنيين ايه تاني؟ وبعدين بقول لك ميتلاند نفسه وافق. وبعدين في نقطة مهمة جدا، ان الزمالك لسه ليه جزء من فلوس امام عند ميتلاند. فاعتقد ان دي ممكن تبقى النقطة القوية لنادي الزمالك، اللي ممكن يتفق بيها ان هي الفلوس تفضل زي ما هي وناخده في شكل الاعارة. لكن حابب اقول لك نقطة مهمة جدا، النقطة المادية هتفرق كتير جدا. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده اكتر من لعيب هيتباع السنة دي. فالنادي الاهلي هيدخل له فلوس محترمه جدا السنه دي، داخل له ولا 20 مليون دولار عشان تبقى عارف. ده من الصفقات، ده انا بتكلم على الصفقات بس. فالنادي الاهلي ماديا هيبقى اقوى، النادي الاهلي ماديا هيبقى مسيطر اكتر. فاعتقد لو هي بقت مادي قدام مادي، اعتقد النادي الاهلي كفته هترجح. لكن في الاخر امام عاشور لعيب زملكاوي صحيح، امام عاشور بيحب نادي الزمالك، لكن هو في الاخر لعيب محترف. فاتمنى من نادي الزمالك ان هو يخلص بسرعه قبل ما الرز يشيط. طيب نيجي بقى لاخر واحد، وهو المهاجم الافريقي اللي الكل بيتكلم عنه. الزمالك هيجيب صفقه افريقيه قويه. طب هو مين؟ هو المهاجم النيجيري جون إيبوكا. جون إيبوكا لاعب قوي، لاعب كويس، سنه صغير، فلعيب كويس وصفقه كويسه جدا. وعلى فكره الزمالك في مفاوضات متقدمه جدا جدا معاه، وتقريبا مخلصين جزء كبير قوي. فمن المتوقع قوي 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 انك تشوفه قريب جدا في نادي الزمالك وبتشيرت نادي الزمالك. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لك المعلومه بشكل كويس، واتمنى من كل واحد بيتفرج عليا ان هو يوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه، اتمنى ان انت تشترك في القناه، ده اكيد شرف ليا. سلام.